كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة، فرحة يعني نعوض اللي فاتنا. هنبدأ بالنص الحلو. الستات اللي اتسحلت واتبهدلت طول شهر رمضان، قبل الفطار قضيته كله في المطبخ عشان كان في كرسي مستنيها وجعورة مفتوحة قد كده طبخنا ايه على الفطار النهاردة. بعد الفطار قضيته برضه في المطبخ مع المواعين، يعني رمضان بالنسبة لها مطبخ. اهو جه العيد، من حقك تسمي هوا وتدلعي وتعيشي حياتك، انما ازاي وعندك واحد مستكتر عليك الفرحه جاي في العيد وعازملك اهله؟ ما انت صبرتي على القرد ام عازملك جنينه الحيوانات كلها. كده كتير. في الحاله ديت عشان انت بنت اصول اقبلي انك تعزميهم، بس اعزميهم على نص كيلو فسيخ مسموم، والبقاء والدوام لله. كده يبقى العيد فرحة. إلا إذا دفع تعويض، إنك تدلعي حقك تروحي البيوتي سنتر. طب فاتورة البيوتي سنتر كبيرة، قسطها له، قولها له بالتدريج. قولي له أنا عايزة أروح مثلا لسد ثقوب الوجه، معجون وش أول، معجون وش تاني، استبدال الوجه بوجه بني أدمين كده. واول ما يستلم الفاتوره برضه البقاء والدوام لله. في الحالتين انت مجرد سبب، بس صدقيني هيبقى العيد فرحه وعيد سعيد. العيد فرحه برضه على الرجاله، بس الراجل مخلوق مظلوم. ليه؟ لان ما حدش فاهم حقيقته. حقيقه الرجل انه مجرد كرس، بس عايز ياكل ويفضل قاعد مكانه، بس مش اكتر من كده. انما مشكله العيد ان في واحده عايزه تتدلع، عايزين خروجات، سم هوا، تغيير جو، عزومات، تجيب اهلها. كده كتير. واللي ذاته غطى بتقول له دلعني واديني عيديه، يبقى هي اللي جابته لنفسها. اول ما تقول لك اديني عيديه ما تبخلش عليها بعيديه 1000 جنيه مزورة وتبلغ عنها البوليس. وبكده يبقى عيد سعيد والعيد فرحة. العيد فرحة حتى لو الناس حاسة ان هي مش فرحانة. مثلا في فئات زي مثلا الأرملة، اوعي تزعلي. لقب أرملة ده صرف ليكي، ده معناه ان انت نجحتي في مهمتك، عرفتي ترفعي له ضغطه، ترفعي له سكر، تجيبي له ذبحة، تجيبي له جلطة، مبروك. شهادة وفاته كانت شهادة تقدير لحضرتك. رقم أرملة ده فخر لحضرتك انك ما كنتيش كسولة ولا متقاعسة، وأديتي مهمتك كست نكدية على أكمل وجه. عيد سعيد على كل مطلقة ده مش لقب وحش. مطلقة ده يعني انت ست صاحبة مزاج، بس بتزهق بسرعة. معلش يا لا مؤاخذة، ما هو مش معنى مثلا ان انا بحب موديل معين ان انا افضل لابسة الجزمة دي طول عمري. انا بحب اغير، يعني اقلع الموديل ده البس الموديل ده، اقلع ابو كعب والبس الزحافي، اقلع الاسود والبس البينك. لقب مطلقة معناه ان انت صاحبة مزاج. لقب مطلقة معناه ان انت نزيهة وبتحب التغيير. عيد سعيد على كل سنجل. معنى ان انت سنجل لغاية دلوقتي ده في حد ذاته يا ابني عيد. ما هو اللي يشوف بلاوي الناس مفروض تهون عليه بلوته. والعزوبية تاج على رؤوس العزاب لا يراه الا المتزوجين. عيد سعيد على كل الاطفال. بالمناسبة تعالى ياض انت وهو اللي عمالين تجيبوا صواريخ وتفرقعوا فينا واحنا ماشيين في الشارع، انت عارف ابوك اداك الفلوس تجيب بيها الصواريخ ليه؟ بيزحلقك، بيفكر يجيب لك اخ او اخت. خدي العيدية وافضل قاعد على قلبهم عشان يبقى عيد سعيد على كل ناس عيالها كبرت واتجوزت. بس عشان يبقى العيد سعيد ما ينفعش حد يضحك علينا. ما تتصلش بيا بنتي ولا ابني ويفضل يقول لي ايه والله العيال وحساهم تيتا قوي هجيبهم يومين. لا وحياة امك انت عايز تخويهم. لا لو العيال وحساهم تيتا جايه تقعد عندكم يومين عشان يبقى عيد سعيد. قلت ايه؟ لسه العيال وحساهم تيتا؟ عيد سعيد. واجمل ما في العيد العيديه ممكن تبقى تعويض لزوجه قعدت شهر كامل موجوده في المطبخ، يا تعويض يا سد حنك، عشان لو ما خدتش العيديه هيبقى عيد سعيد. العيديه للاولاد شيء جميل، لان اول ما هيستلم العيديه هينزل يصرفها. كده يبدا العيد يبقى سعيد ونفكر نخويه.
العيد بيبقى سعيد جدا جدا بوجود الاهل، بس الاهل عشان نتعزم عندهم عشان احنا مفلسين وناكل، او عشان نزحلق ولادنا عندهم، انما لما يجوا يزورونا فلا. الوحده كنز كنز، هتعرف يعني ايه متعه انك تبقى مقطوع من شجره. عيد سعيد، عيد سعيد. حتى لو الظروف صعبه شويه حاول تقنع اهل بيتك، قول لهم العيد في لمتنا الحلوه. ساعتها هتسمع كلمه واحده: لم نفسك انت، لم نفسك انت وعدي عيدك عشان يبقى عيد سعيد. العيد كان بيمشي سعيد عادي على الاسر لولا بعض الاعلانات اللي عماله تكرهنا في الحياه. يعني ايه يجي لي اعلان مثلا يقول لي تعالى صيف في مارينا، تعالى صيف في الغردقه، في شرم الشيخ، مش هتدفع اكتر مثلا من 200,000 جنيه وفص كبد وكليه شمال بس. ارحمونا بقى، ده انا رابط اللباس بسلك كهرباء، ارحمونا بقى. عيد سعيد، كل سنه وانتم طيبين.